اللامركزية حاجة جديدة من الحاجات اللي تحكي عليهم برشا بعد الثورة. مرحبا بكم، معكم شادي ميمونة في حلقة جديدة من سيري بالسياسة بالشراكة مع الواو تونس. حلقة باش نفهموا فيها شنو هو اللامركزية وشنو هو أهميتها، كيفاش كانت قبل 25 جويلية وكيفاش ولات من بعد. اللامركزية من اسمها نجم نفهموها، اللا مركزية. المركزية جاي من المركز اللي هو العاصمة، ومعناها تركز السلطة الكل في وسط العاصمة وعند الأجهزة العليا لإدارة الدولة اللي هما الحكومة ورئاسة الجمهورية. معناها لا مركزية توزع السلطة على كامل تراب الجمهورية، على المجالس المحلية وعلى هياكل أخرى خارج الحكومة كما الهيئات الدستورية والمؤسسات العمومية، ويوليوا ينجموا ياخذوا القرار من غير ما يرجعوا للرئيس. بالسياسة الصعب كيف نقولوا ينجموا ياخذوا القرار من غير ما يرجعوا للرئيس، نفهموا أول حاجة اللي المركزية تنقص الشارج على الحكومة. مثال ستيك تتلهي بالغاز والضوء وسونات تتلهي بالماء، والحكومة تراقبهم أكهو ولهنا الشارج ينقص عليها. اللامركزية مهمة زادة باش نخلقوا الديمقراطية، وفسرتها هذه في حلقة الهيئات الدستورية اللي تنجموا ترجعوا تتفرجوا فيها. تولي مجالات حساسة تمس من حقوقنا وحرياتنا خارج يد الحكومة كما الانتخابات والإعلام. تزيد اللامركزية تقربنا احنا الكل باش نشاركوا في إدارة تحومنا وجهاتنا، ننتخبوا المجالس المحلية وناخذوا معهم القرار في كيفاش تصير التنمية في الجهات متاعنا، على خاطر من حقنا الكل اننا نحضروا ونشاركوا في حطان ميزانية البلديات ونراقبوا وين تتحط الفلوس، والحاجة هذه تعاوننا باش تكون التنمية عادلة بين مناطق تونس الكل. قبل ما نشوفوا النظام تاع تو خلينا نعملوا طلة صغيرة على دستور 2014 والباب السابع اللي يحكي على السلطة المحلية ويمثل اللامركزية في البلديات والجهات والأقاليم، ويعطيهم الدستور الاستقلالية المالية والإدارية متاعهم والمبادئ الكبرى اللي تنظم. صدرت عام 2018 مجلة الجماعات المحلية اللي حطت النظام القانوني بالضبط بتاع البلديات والجهات والأقاليم، وصارت بعدها بأشهر أول انتخابات بلدية في تونس. من أهم إنجازات البلديات إنها قدرت تعبد 7000 كيلومتر وزادت 100,000 نقطة إضاءة في 4 سنين كهو. إمكانيات ضعيفة برشا، الحاجة اللي ما تنجم تعملها حتى وزارة. أما بالسياسة الصعب في نفس الوقت سمعنا برشا بالفساد بتاع برشا بلديات والترافيك اللي صاير فيهم. أما بالطبيعة هذا ما يعنيش أننا نلغيوهم، بل نطوروا في نظامهم والرقابة عليهم باش نتجاوزوا الإشكالات هذه. دستور 2022 نلقاوه نحى كل الفصول اللي تحكي عليهم على السلطة المحلية، ما خلى كان فصل وحيد لا يحكي لا على الاستقلالية ولا على المبادئ اللي تنظم اللامركزية. أما حط لنا في نفس الوقت مجلس الجهات والأقاليم. من بعد تبدل النظام الانتخابي بتاع الجماعات المحلية، وبعدها تحلت المجالس البلدية وتعوضت بنيابات. إلى جانب نص آخر يتعلق بحل المجالس البلدية كلها. ما عادش عارفين هل انه قيس سعيد بالتغييرات هذه يحب يرجع للنظام المركزي ولا حب يعمل نظام لا مركزي بطريقة جديدة نجم تكون سلبياتها أكبر من النظام اللامركزي اللي كان. لهنا تكونوا سيسنا رواحنا باش وصلنا لآخر الحلقة وفهمنا ايش معناها اللامركزي. بالنسبة لكم شنو هو النظام اللي لازم يكون لإدارة الشأن المحلي؟ حطوا لنا رايكم في كومنتير، كالعادة شير وفولو واللايك، وملتقى.